كان شغلك التهريب؟ والله من يوم يومنا يا خانم. لا جابر لا، من يوم يومنا البضاعة بتوصلنا لهون. مزبوط، بس هالمرة ما في بضاعة. وأنا حأمنعك إذا بدك تمشي. عن جد؟ دخيلك تعرفطيني. لا مالي حربتك، حخلي عمي هو اللي يمنعك. عمك هالمرة ما رح يسمع منك ويمكن اخذه معي. ها هيك لك. اي طيب يا جابر شو عليك؟ منشوف كلمة مين بدها تمشي؟ ما يشوف. قاعدة بالعتمة؟ الله يخليك يا عمي، أنا عم بستناك، لا تخلي جابر يروح، بوس إيدك. لوين بده يروح؟ بده يدخل لجوا ويجيب حمل تهريب، بوس إيدك لا تخليه يروح. وينه هلا؟ بوطه. خير إن شاء الله. شو جابر؟ علينا عمي، شرف. صاير اللي عم تقولوا عفاف؟ عمي هلا من امتى صارت عفاف تتدخل بشغلنا؟ شغلنا؟ التهريب؟ لك نحن شو عم نشتغل؟ نحن تجار، تجينا البضاعة بالجملة منبيعها بالمفرق، هذا شغلنا. كار التهريب بطلناه من زمان، من وقت ما تركنا الضيعة. تجارة تهريب كله شغل عمي. وهذا الشغل مو عاجبني كله، بدنا نبطله. ايه بس انا حكيت كلمة قدام الشباب وما بقدر اتراجع فيها. شباب؟ مين الشباب؟ عمي تخيل انا رجعت عند عبد الحميد طلبت منه 3 كرتونات قبل يعطينا. عبد الحميد؟ ايه شو عليه؟ ماشي يا عبد الحميد، بعمرك ما بقى طول البضاعة لا من عنا ولا من عند غيرنا، شو عليه؟ عمي انا هلا بدي اروح عن اذنك. نام هلا انت والصباح رباح. شو عمي؟ ريحته ما يروح؟ دعنا. بدي اروح يعني بدي اروح، وانا لما بقول كلمة ما بتراجع فيها ولو على هالرقبة. وانا هالمرة رح امنعك. بس يا عمي السوق فاضي وانا ما فيني اقعد بلا شغل. كم يوم وبتهدى حملة الجمارك وبترجع البضاعة. ها ونحن من امتى بنحسب حساب الجمارك؟ خوالك كانوا مهربين وكلهم ماتوا باشتباكات مع الجمارك. خايف علي عمي؟ انت رجال وما بيخاف عليك. معناتها بدك تمشي كلام عفاف علي. وعفاف ما دخلها. لكان بدك تكسر كلمتي قدام رجال عمي؟ خلي انور يروح وياخذ عبد الحميد معه، هدول ما بيهمون بيعملوا كل شيء.